وزي ما عودناكم على شاشة قناة لايت سينما بننقل لكم من خلال برنامج فرحتي فرحة كل عريس وعروسة. النهاردة هيكون معانا أشيك وأجمل وأرق عروسين، هننقل فرحتهم، هنخليكم تشوفوها بعينيكم تحسوها بقلبكم. النهاردة مع عمرو وياسمين هنشوف فرحتهم في برنامج فرحتي. ألف ألف مبروك لأجمل وأشيك عروسين عمرو وياسمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عمرو، لو حبيت نرجع كده شوية، أنا عارف إن إحنا بقالنا سنة تقريبا الخطوبة، لو حبينا نرجع شوية كده ونقول بداية المعرفة بياسمين كانت إيه؟ كانت طبعا يوم جميل جدا، اليوم اللي عرفتها فيه من سنتين تقريبا. وكانت طبعا قلبت حياتي طبعا بعد ما عرفتها، وطبعا هي الفاكهه بتاعت حياتي، يعني احلى حاجه في حياتي يعني. طب بعد الكلام ده بقى كله نحاول نفتكر لعمرو ايه؟ افتكر له كل حاجه حلوه، يعني انا كان احلى سنتين في حياتي يوم لما عرفت عمرو يعني. فانا مبسوطه ان انا ارتبطت بيه، الحد اللي انا بحبه. طب لو حبينا نقول كلمه لكل الناس اللي شرفونا النهارده وجم يشاركونا فرحتنا، نقول لهم ميرسي جدا على حضوركم ومتشكرين جدا، ونجاوب لكم في الافراح زي ما بيقولوا. نقول لهم ميرسي جدا، وان شاء الله نردها لهم في الافراح ان شاء الله. الفنان الجميل علي حميدة، اولا بنقول وحشتنا، وتاني حاجه بنقول مبروك لعمرو وياسمين. وانا كمان بقول لكم وحشتوني جدا جدا، رغم انكم في قلبي وذاكرتي دايما، ومبروك لعمرو وياسمين، وان شاء الله يا رب يبقى سنه سعيده عليهم وجواز سعيد. وعملت غنوه اسمها وين الصبح ما نادى في ميعاده، لقيت الدنيا بتغني ومش عاده، سالت الشمس ايش يا شمس قولي لي واحكي لي، قالت لي شوف هنا وانظر ايش اللي صار على الديار، عيون الناس بتتبسم بكل امان بتتكلم، وعدوا من بحور الخوف على الدنيا الكبيره شوف. بسباليها واطلب ايديها واخدها يا طالب رضاها واعيش معاها يا معيش. فنان خالد محروس بنقول لك مشرفنا. ربنا يخليك، انتوا اللي مشرفين الدنيا كلها والله. طبعا في البدايه بنقول مبروك لعمرو وياسمين. اكيد طبعا، احنا كلنا جايين عشان نقول مبروك لعمرو وياسمين، وباذن الله تكون حياه جديده سعيده عليهم ان شاء الله باذن الله. الفنان والمخرج مصطفى الدمرداش بنقول لحضرتك وحشتنا جدا جدا. الله يخليكم، انتوا كمان وحشتوني، وان شاء الله نلتقي على خير دايما ان شاء الله. اولا في البدايه طبعا اكيد بنقول لعرسان فرحنا النهارده عمرو وياسمين الف مبروك. الف مبروك لعمرو وياسمين، وربنا يرزقهم بالذريه الصالحه ويقضوا حياه سعيده مليئه بالحب وبالسعاده وبالرزق وكل حاجه والصحه كل حاجه ان شاء الله. الفنان والملحن القدير حسن دنيا بنقول لحضرتك منورنا على شاشه قناه لايت سينما. انا طبعا سعيد جدا جدا ان انا موجود على لايت سينما، ويا رب ان شاء الله باذن الله تبقى لايت على طول كده باذن الله. ان شاء الله. اولا في البدايه بنقول الف مبروك لعمرو وياسمين، اشيك واجمل عروسين النهارده. طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود في فرح عمرو وياسمين، ويا رب ان شاء الله باذن الله نشوف اولادهم ونفرح بيهم، ويبقى ليله جميله جدا جدا على كل اللي موجودين.
الفنان قدير محمد متولي بنقول لك مشرفنا النهارده، واكيد بنقول الف الف مبروك للعروسين عمرو وياسمين. الف الف مبروك. وانا طبعا اللي دعاني حسام رفاعي الفنان الجميل والمنتج الجميل وصديقي جدا، والف مبروك للعروسين، ويا رب يتمم بخير ونشوف اولياء العهد يعني ان شاء الله. والله انا بحضر فيلم سينما اسمه عضة قلب مع عبد الله فضل. الفيلم ده بيمثل مصر في الفترة الحرجة يعني اللي هي او الانتقالية يعني، وان شاء الله يعجب الناس لانه بيعبر عن الشعب بمعاناته بفئاته بكل طوائفه يعني. فنان عمرو يسري بنقول لك منور شاشة قناة لايت سينما. اهلا بقناه لايت سينما، انا من معجبينها على فكره يعني وبحب اتفرج عليها. عمرو وياسمين بقول لهم الف الف مبروك، ربنا يتمم لهم بخير، يبعد عنهم ولاد الحرام. كلنا لازم نيجي بنحيي الفرح دوت ونقضي وقت حلو مع بعض، ان شاء الله نقضي وقت جميل. والله هو في فيلم سينما ممكن نعتبر نقول ان هو يمكن يكون اول فيلم رعب في مصر هيحصل، اسمه ثلاث ستات. ثلاث ستات مش ستات، ثلاث ستات ده 666 رمز الشيطان. فمش عايز احرق الموضوع ولا عايز احرق التفاصيل، بس هيبقى علامه مميزه من علامات السينما في اسلوب الرعب الجديد. مع صاحب الفرح لو اطلقنا المسمى ده الاستاذ حسام رفاعي عم العروسه، بنقول لك اهداء من قناه لايت سينما وبرنامج فرحتي الف الف مبروك. الله يبارك فيك، وانا بشكر جدا جدا جيكم في لايت سينما في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي. بصراحه كل الفن جه جميلنا والفرح كان جميل جدا بوجودكم وبوجود قناه لايت سينما. بنتمنى ان احنا يكون برضو في عمل مشترك من قناه لايت سينما مع الاستاذ حسام. ده اكيد. اولا قناه لايت سينما من القنوات اللي انا بعزها وبحبها جدا، وركزت على ان انا اسجل معاكم وركزت على ان هي تيجي الفرح ده شيء سعدنا وشرفنا. الله يخليك، شكرا. واكيد برضو في الاول وفي الاخر بنقول لحضرتك ربنا يتمم بخير والف الف مبروك، ودي بتكون مشاركه مننا من برنامج فرحتي وقناه لايت سينما لاجمل واشيك عروسين. الله يبارك فيكم، وفعلا فرحتي بمجي قناه لايت سينما. شكرا يا فندم. لايت سينما. الاستاذ المخرج احمد شاهين بنقول لحضرتك منورنا، واكيد في البدايه بنقول لعمرو وياسمين الف مبروك. اكيد طبعا، اولا ميرسي على ذوقك، ثانيا طبعا عمرو وياسمين فرحهم يعني شيء حلو كمان في ايام احنا عايزينها تبقى حلوه، فشيء لطيف زي ما انت شايف الجو والناس اللي موجوده حاجه عظيمه يعني. ربنا يتمم لهم بخير يا رب ويسعدهم، اللهم امين يا رب. استاذ احمد لو حبينا نعرف يكون حاجات حصريه لقناه لايت سينما ومشاهدين لايت سينما، اخر الاعمال الجديده للاستاذ احمد شاهين. انت عارف انا كان ليا فيلم في موسم الصيف السنه دي اللي هو متعب وشاديه، وبنحضر حاجه جديده ان شاء الله نبتدي فيها بعد العيد باذن الله يعني ان شاء الله. مرتبطه بالواقع اللي احنا بنعيشه او بالحياه اللي احنا بنعيشها؟ لا خالص، انا مش حابب ادخل في المنطقه دي خالص، لان انت كل فتره قليله جدا بيبقى في متغيرات بتحصل تخليك تعيد حساباتك في اللي بيحصل. فعلشان نبتدي نتكلم عن الحقبه الزمنيه دي والظروف اللي بتمر بيها البلد، اعتقد محتاجين وقت اطول شويه عشان نقدر نقيم الامور بشكل افضل يعني. المطرب والفنان حسام بدر بنقول لك مشرفنا ومنورنا على شاشه قناه لايت سينما. انتوا اللي منورينا ودايما متابعينا في افراحنا وحفلاتنا، وبجد بجد بنتشرف بيكم في كل حفلاتنا وافراحنا. خلاص جوزوني، خلاص جوزوني، فجأة صحيت من النوم ولقيتني قاعد كده في كوشه، ولقيت الواحده اللي من جنبي مين ده عروسه، اتاري يا حبيبه عمري هاخد بوسه. الفنان محمد الخضري بنقول منورنا على شاشه قناه لايت سينما وسعدنا باعمالك الفنيه اللي كانت غالبها الطابع الكوميدي السنه دي في رمضان. الف شكر لحضرتك وميرسي جدا، ومبروك للعريس عمرو والعروسه ياسمين. المطرب الشاب احمد زكريا بنقول لك منورنا دايما على شاشه قناه لايت سينما. يا باشا نورك ونور لايت سينما طبعا الجميله اللي انا بعشقها. احمد طبعا النهارده جايين نقول مبروك لعمرو وياسمين اجمل عروسين واشك عروسين النهارده. طبعا الف الف مبروك، يا رب يتمم بخير باذن الله، وباذن الله سنه يعني الحياه تكون جميله عليهم باذن الله. فنان حسين التركي بنقول منورنا على شاشه قناتنا قناه لايت سينما، وبنقول الف الف مبروك لعمرو وياسمين. انا بشكرك على
على الاطراء الجميل دهوت، ومبسوط جدا ان انا معاك. وطبعا قناه لايت سينما قناه جميله قوي قوي، واحنا دايما بنتابعها وبتمنى لها النجاح والتقدم دايما. فرحة تكتمل مع ضيوف الفرح النهارده، وخصوصا اهل الفن، الفنانه هند عاكف اللي برضه مصممه نضيف لكلمه فنانه السائره والناشطه السياسيه هند عاكف. يعني السياسه والفن وجهان لعمله واحده، والفنان دايما هو بيقدم كل قضايا المجتمع المصري. احنا عندنا قضيه مهمه جدا الفتره الحاليه، طبعا الفن ساهم في الثوره المصريه وجميع الثورات طبعا، ولكن احنا قضيتنا الاساسيه اللي انا هتكلم فيها النهارده، اللي انت بتقولي منشورات هي مش منشورات، احنا عندنا دستور بيتعمل، دستور مصر العظيم لازم يكون دستور جديد وليس دستور معدل. احنا بنشكرك ونتمنى لك دايما التوفيق في الحياه الفنيه وفي الحياه السياسيه. ميرسي جدا، وكل سنه وانتم طيبين، والف مبروك مره ثانيه لعرايسنا الحلوين وعقبال عرايس مصر كلها.